سبق 3000 متر موانع في الالعاب الاولمبيه سنه 1900 كان ذلك في اولمبياد باريس. شوفوا هنا دائما المراكز الثلاثه الاولى، انظار على كيبوت، ايضا على بيت، ثم ايضا جيرما. هدوء كبير وترقب، مضمار وبحث في هذا المسار لتحقيق نتيجة جيدة. سفيان البقالي البطل المغربي الذي نعول على حضوره القوي في هذه المنافسة، وأيضا نشاهد ظهور الكيني وأيضا المتابعة الإثيوبية في هذه المشاركة النهائية، التقارب مع بعضهم البعض. تقدم الآن على مستوى السباق، المرور من الحاجز المائي. لاحظونا تجاوز الحاجز المائي. سفيان البقالي يحتفظ دائما بالمركز الثالث، يتابع ويراقب السباق، سباق تكتيكي، سباق في ترقب، يختلف عن سباقات الدايموند ليج، السباقات التي تكون بأرانب السباق، والأمر الذي نشاهد من خلاله أيضا رفع الإيقاع بشكل مغاير. الآن بطولة العالم فأمر يختلف لأن بتكتيك خاص. ثلاث دورات متبقية، ونشاهد هنا عملية ديال التقدم من جانب جيرما، وهنالك أيضا التكتل ديال الأعدائيين الكينيين وكأنها استراتيجية. نلاحظ هنا تجاوز هكذا حواجز، حاول من أجل التقدم بعض الأعدائيين سواء جيرما وأيضا الكيني. كنلاحظوا بأنه يحتاج للممر الثاني من أجل التقدم في السباق. متابعة دائما دقيقة ومواكبة لهذا المسار. كل التوفيق لهذه المشاركة المغربية والمراقبة التي تأتي لكل الأعدائين. صاحب الميدالية الذهبية في طوكيو سفيان البقالي في بطولة العالم لألعاب القوى في يوجين في 3000 متر موانع، ميدالية ذهبية كانت للعداء ديالنا المغربي سفيان البقالي، فضية في لندن 2017، برونزية في الدوحة 2019. والآن نشاهد المراقبة في هذا السباق لجيرما. جوج ديال الدورات متبقية، تموضع مثالي، مراقبة لمجرى السباق وأيضا تموضع جيد. في محاولة الآن جيرما باش أنه يرفع الإيقاع. الكينيين بداو ابتعدوا عن بعضهم البعض. نسير نحو الدورة الأخيرة. نشوفوا كيفية العدو بالنسبة للأعداء الكينيين اللي بقاو متأخرين بشكل كبير. إذا الحاجز المائي والبركة المائية يتم تجاوزها الآن. سنسير نحو الجرس المعلن عن الدورة الأخيرة بعد لحظات. سفيان البقالي في المركز الثاني يراقب جيرما الذي يحاول أن يرفع الإيقاع. سفيان يراقب هذا السباق، ممتاز التموضع ديال سفيان البقالي. تباعد اللي كنشوفوا ما بين سفيان البقالي وايضا الكيني كيبوت امر مهم. سفيان يراقب، وهنا المرور عبر الحواجز. الدورة الأخيرة كان هناك سقوط على ما يدور لأبراهام كيبوت. في شوفوا هنا يعود من جديد للتنافس، يقف ويعود لتنافس في الوقت لسفيان البقالي مع جيرما. التنافسية التي تأتي في هذه الدورة الأخيرة، سفيان يحاول التقدم على جيرما، يحاول المرور في تنافسية كبيرة مغربية إثيوبية في بطولة العالم لألعاب القوى في بودابست. يمشي سفيان، يذهب سفيان، ينطلق سفيان، يمر سفيان البقالي في المركز الأول. حاجز البركة المائية الآن يتجاوز سفيان البقالي في هذا الوقت. الانطلاقة نحو 100 متر الأخيرة، القدم المغربية الذهبية الرائعة التي تسير من سفيان يسير نحو خط النهاية. الميدالية الذهبية مغربية إن شاء الله. سفيان البقالي البطل الأولمبي والعالمي يفعل ميدالية ذهبية في بودابست، ميدالية ذهبية مغربية بأقدام مغربية يفعلها للمرة الثانية. سفيان البقالي يتوج بالذهب في مشاركة تاريخية. نعم، البطل المغربي العربي العالمي سفيان البقالي في بودابست يفعل ب8 دقائق 3 ثواني 53 جزءا من الثانية. يعني مشوار رائع جدا. جيرما في المركز الثاني 8 دقائق 5 ثواني و44 ثانية، وكيبوت في المركز الثالث 8 دقائق
11 ثانية 98 جزء من الثانية يفعلها هذا البطل المغربي ميد ان موروكو سفيان البقالي الذي